السلام عليكم، مرحبا بكم. شوز وصفات خوتي خديجه. اليوم نقدم لكم الطاجين باللحم والجلبانه والبطاطا اللي كيجي سهل ومذاق رائع. دوزوا معايا نشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله ديالنا على حساب القياس اللي عندكم. درتو هنا مربعات صغيورين على حساب اللي بغى ياخذ لما يبقى يقطع هكا ياخذ المقطع ديجا. كنوضع فيه شويه زيت زيتون بحال ما هكا، حوالي 4 معالق كبار. نعملو شويه الكركم، عندي ملعقه صغيره ديال الكركم، ملعقه صغيره تاع الفلفل الاسود البزار، ضع شويه كنور غبره، نصف ملعقه ديال البابريكا، 2 فصوص ثوم، نقليو اللحم بشويه بشويه. نضع بصله، دابا نخليو تيتشحر لينا مزيان اللحم مع البصله والعطريه. عندي هنا البطاطا قطعت دوائر بحال ما هاد الشكل، غندير عليها شويه معدنوس، نعملو ملعقه صغيره من الكنور ديال البودر، نعمل فلفل اسود حوالي ملعقه صغيره كذلك نعملو شويه ثومه بودر حوالي نصف ملعقه صغيره، زيت زيتون حوالي 3 معالق كبار. كنحركو البطاطا ديالنا مزيان بحال ما تشكل. ملي كيطيب لينا اللحم يقرب يطيب لينا، دابا كنوضع المطيشه من الفوق بحال ما تشكل دوائر، بعد ما وضعنا الطماطي ديالنا هنا في الوسط. دابا عندي بصل اخضر وضعوه في الوسط، نوضعوا الشرائح تاع بطاطس اللي عملنا فيهم العطريه ديالنا التوابل ديالنا على شكل دائري. هادشي اللي شاطنينا ديال التوابل غنوضعوا عليه شويه جلبانه، نحركوهم ونوضعوهم فوق من الطاجين ديالنا من الوسط، نوضعوهم بحال ما هكا في الوسط. كيجي على هذا الشكل. دابا غنسدو عليه حتى يطيب، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. كيجي على هذا الشكل هذا. عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو وتعملوا لي اشتراك في القناه تاعي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وتابعوني على صفحتي على صفحه شوز وصفات خواتري خديجه على الفيسبوك. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله مع الخواتري خديجه.